مازال حيرة وما عرفتيش شنو توجدي الحليوة د العيد. انا جبت لك هاد الحليوة اللي غنية عن التعريف، حليوة رافاييلو اللي كتجي بنينة بزاف وكتباع غالية في المخابز الكبرى، ومقاديرها جد بسيطة جدا، ما كنحتاجوش مكونات كثيرة، ولكن راه كنحصلوا على واحد الحلوة بنينة بلا قياس. المهم مقادير كما قلنا بسيطة. في البداية غادي نحتاج واحد الكاس ديال الكوك. هاد الكوك يكون الكوك الجيد اللي كيكون هكا ميدم لهاد الشكل هذا. غادي نديرو في واحد المقيله وغادي نوضعو فوق النار حتى يتحمر، كيعطي واحد المذاق رائع للحلوه ديالنا. هاد الكوك محمر كنبقى مقبله، ضروري النار ما تكون مهيله، وكنبقاو بالتحريك المستمر، لان لما حركتيش ومقبلتيش راه غيتحرق الكوك دغيا كيتلهب. خصنا نبقاو مقبلينه على هاد الشكل هذا وحنا كنحركوه حتى كياخذنا واحد اللوين ذهبي. انا راه بدا كيتحمر لي شويه، ولكن دائما كنبقى مستمره بالتحريك، ما كنحيدش يدي عليه بالمره. انا باقيين واحد الحبيبات شويه بويض، كنستمر كذلك في التحريك حتى كيرجع لنا كله ذهبي بهذا الشكل هذا. هنا راه حيدته من فوق النار، ومع ذلك كنبقى نحركه لان المقله كتبقى واخده الحراره ديالها باش ما كيزيدش يتحمر اكثر ويتحرق لنا. صافي هنا كنبقى نحرك حتى المهم هو حتى كيبرد، عاد كنوجد الحليوه ديالي. فانا درت واحد رشيشه الملح في الاناء اللي غنشتغل فيه. غادي نستعمل انا هاد الزبده الاولى بلا بخيغي، يمكن لكم ديروا اي زبده كتفضلوا، اما الزبده الحيوانيه او المارغرين، ولكن ننصحكم اما بالزبده الاولى بهذه ولا بالزبده الحيوانيه، لانها هي افضل زبده في الحلويات، بالخصوص هادو اللي كيتباعوا في المخابز الكبرى كيجيو راقيين بالزبده ديال الاكل. انا درت 125 غرام ديال الزبده فقط. الا بغيتوا ديروا كميه اكبر ديال الحلوه يمكن لكم ديروا 250 غرام ديال الزبده. انا درت غير 125 غرام، ولكن كتخرجنا طبيصل ديال العيد، يعني هو هذاك. عندي معاه 60 غرام ديال السكر كلاصي، ودرت واحد الكيس ديال السكر فانيلا. كنخلط هاد المكونات غير باليد ديالي حتى كينسجموا. الزبده العلب او الزبده الحيوانيه دغيا كتخلط، ماشي بحال المارغرين اللي خصها شويه الخدمه. صافي هنا مادام درنا الزبده العلب كنضيف غير 4 كاس ديال الزيت فقط، يعني غير واحد 30 ملي ديال الزيت. الا درتيو زبده المارغرين يمكن لكم تضيفوا حتى نص كاس ديال الزيت نباتيه. الزبده ديال الحيوانيه حتى يضيفوا غير 4 كاس. صافي هنا غادي نضيف واحد البيضه، ضروري المكونات كيكونوا بدرجه حراره المطبخ. صافي وكنخلط كذلك باش كينسجموا لي جميع المكونات مع بعضياتهم، غير هكا باليد ديالنا حتى كينسجموا. صافي هنا غادي نضيف داك الكوك، يكون بارد طبعا حتى كيبرد عاد كنضيفوه. راه كيعطي واحد المذاق رائع للحليوه ديالنا، وكيعطي حتى واحد اللون زوين كذلك. كنخلطو مزيان كذلك حتى كينسجم كيدخلنا مع باقي المكونات. هنا عندي كاس ديال نشا الذره او المايزينا، كتضيف واحد الكاس منه، كاس ديال العنبه طبعا. صافي وكنخلط المكونات غير برؤوس الاصابع فقط. صافي ملي كنشوفوا المكونات كلها انسجمت مع بعضياتها كنبداو نضيفوا الدقيق دائما كنغربلوه. هنا معاه واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، يعني 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. كنبقى نخلط غير برؤوس الاصابع بحال الشكل ديال الصابلي. صافي كنخلطوه حتى كينسجم الدفعه الاولى ديال الدقيق، وكنضيف الدقيق حسب الخليط حتى كينسجم لنا. ما نقصحوش الحلوه ديالنا، كنخليوها دائما رطبه وشي هكا بحال هكا خصها تبقى، يعني رطبه ما كنقصحوهاش نهائيا. هنا ضروري ما كنعبروا الحليوه ديالنا مباشره، كنخدموا بها ما كنخليوهاش نهائيا ترتاح. فانا كندوز باش كنعبر القطع ديالي، كندير فيهم 14 غرام في كل قطعه، بحال هكا كل كريكيبه كندير فيها 14 غرام. كنكون موجده واحد شويه د اللوز اللي فسختو وحمرته شويه في الزيت، وضروري كنختاروا هذا اللوز اللي كيكون الحب ديالو شويه طويل باش كنحشيو به هذه الحليوه ديال رافايلو. صافي ملي كنعبر القطع ديالي كاملين كندير فيهم كما قلنا 14 غرام. كناخذ كره كنبسطها هكا، كنكركبها شويه في يديا وكنبسطها عاوتاني في يديا وكنحشيها بواحد اللوزه، كنكورها مزيان وصافي وكنعطيها هكا الشكل هكا مكركب. انا كنعاود معكم واحده اخرى، كندير واحد اللوزه في الوسط وكنجمع عليها العجين. صافي وكنكركبها بين يدينا على هذا الشكل هذا، وكنوضع في الطاوه ضروري ملبسه بالورق ديال الطهي. فكنسخنوا الفران غير شويه على درجه ضئيله جدا 150 حتى 160 درجه. كنديروا الطاوه من الفوق حتى كتحمرنا من التحت، عاد كنهبطوها للتحت باش كتحمرنا شويه من الفوق. ضروري النار كتكون مهيله باش كطيب على خاطرها وكطيب حتى من الداخل. فهذا هو الشكل ديال الحلوه من بعد ما خرجتها من الفران.
كتحمر من هاد الوجه من هاد الوجه. انا طيبتها غير في الفرن ديال الغاز، ما طيبتهاش في الفران ديال الضو. كنخليها حتى كتبرد تماما، عاد كندوز باش كنزينها التزيين الاخير. كناخذ الشوكولاته، انا خديت غير ديال الشوكولاته كالا اللي ذوبته في حمام مريم، وكنبدا نزين به الحليوه ديالي. كنختص الحلوه ديالي في الشوكولاته البيضاء، وضروري خصها تكون بيضاء لان هاد الحليوه درافايلو كتكون هكا بيضاء. كنديروها في الكوك، ضروري الكوك يكون داك الكوك الجيد الميدم. صافي كنبقى مستمره هكا كنغطس حبيبه الحلوه ديالي في الشوكولات. كنحيد الفائض بهاد هكا شي فرشيطه، كنحيدو الفائض ديال الشوكولاته وكنوضعو في الكوك اللي ضروري كما قلنا يكون الكوك الجيد. كنستمر بنفس الطريقه على هذا الشكل هذا حتى كنكمل جميع الحلوى اللي عندي. باش كنكملوا الحلوه ديالنا بالتزيين كنوضع الحليوات ديالنا في القويقطات، ولا باش بغينا نثبتوا القاغيط على الحلوه كنوضع شويه نقيطه الشوكولات فوق القاغيط، وكنزل الحلوه باش كتثبت معنا الحلوه فوق القاغيط. انا ما درتهاش ولكن كنت كنديرها، يعني دائما كندير هذه الحلوه كنحضرها. انتم شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي محمره رائعه هشيشه بمعنى الكلمه، كتجي رطبه هشيشه بنينه بواحد البنه ما نقولكمش، فيها واحد المذاق رائع. شوفوا التحميره كيفاش دايره من الداخل، شوفوا الهشه كيفاش هشيشه بزاف بزاف. كنكون وصلت نهايه الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. نتمنى تجربوا هذه الحليوه ديال رافايلو لان فعلا تستحق التجربه، مذاقها غادي يحمقكم بزاف بزاف. نتلاقوا في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.